السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كالعادة، أخوكم اسكندر يجيب لكم ديما آخر الأخبار ويفسر لكم الواقع الموجود في الجمهورية التونسية الديمقراطية. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم بإذن الله تم تعيين الحكومة الجديدة للسيد كمال المادوري رئيس الحكومة التونسية، حيث أن الفريق الحكومي أدى اليمين الدستوري أمام السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد. كي نلاحظوا، معناتها حبيت نحكيكم ونفسر لكم كيما حكينا في فيديوهاتنا السابقة على أنه الكفاءات التونسية هي باش تكون شادة المناصب منذ اليوم إلى معناتها أجل غير مسمى. الكفاءات الكل اليوم هم الفريق الحكومي الجديد للدولة التونسية. كي تلاحظوا أنتم كلهم كفاءات 100%، صلب الإدارة التونسية، أبناء الإدارة التونسية، الكلهم وطنيين، والكلهم ما همش سياسيين وما همش متحزبين وما همش معناتها ما كان نوع اللي يتباع ويتشرى بسهولة. بالحق هذا فريق حربي لتنظيف الإدارة ولتنظيف قلعة الاتحاد ولتنظيف البلاد التونسية من الفاسدين صلب الإدارة التونسية، بمعنى أنه تم تعيين رؤساء معناتها فريق حكومي جديد في كل وزارة لتنظيف تلك الوزارة من الأيادي المرتعشة بطبيعة، ونزه الشرفاء. ديما نعاود ونذكر ونزه الشرفاء، لأنه الإدارة التونسية فيها برشا شرفاء، لكن عندما يكون هناك أوساخ وأدران كما يقول السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد راهي ماهيش باش تخدم في بطريقة جيدة. أما إذا كان يتم تنظيفها 100% باش تخدم بكفاءة عالية وتنتقل إلى السرعة القصوى. وهذا معناتها نعطيكم دليل آخر، أنه قبل ما يتم الإعلان على معناتها على الحكومة الجديدة قابل السيد رئيس الحكومة سفير الصين، ومعناتها تمت عدة إجراءات لتكون الحكومة الجديدة قابلة للمشاريع باش تصير في تونس عن طريق دولة الصين. هذاك علاش يا جماعة، هذاك علاش نشوفوا في الهجمة على البلاد التونسية وعلى الشعب التونسي في مواقع التواصل الاجتماعي اللي حكى عليها رئيس الجمهورية أمس أمام السيد وزير الداخلية سي خالد النوري. وقال رئيس الجمهورية أنه هذه المواقع مواقع معناتها التواصل الاجتماعي مدعومة من الخارج ومن تونس عن طريق شركة الستالينغو، تلك التي تم معناتها مداهمتها في معناتها في الشتاء الفارط، اللي فهم اللي هرب واللي تشد واللي في الابحاث توا في السجون قاعدين يبحثوا، واللي هربوا البرة قاعدين يسيروا في هذه الشركة في الباص دوني نتاعها من الخارج. بمعنى انه كنشوفوا احنا جميع معناتها اشكال معناتها اشكال والاوباش معناتها والاجسام الوسيطه تلموا في لايفوات وفي عده منصات معناتها ويعملوا في مغالطات. واحد يحكي لك يقول لك انه السيد رئيس الجمهوريه مريض نفسي، الاخر يحكي لك يقول لك معناتها كيما شو اسمه هذاك اللي جايب السور فاصل في قناه الجزيره يحكي في حكايات معناتها مهبوله. كل واحد جايب لك لغه. وعرفتوا علاش يعملوا هكا؟ هما بالطريقه هذه يعرضوا في بضاعتهم على الخارج وعلى الصهاينة وعلى المتآمرين على أمن الدولة التونسية، لدعمهم ظنا منهم أنهم سيتم دعمهم في المرحلة القادمة. لكن هيهات هيهات، لأنه حتى حد ما عاد متلفت لهم. لأنه أنا أعطيكم الأخبار الجديدة أنه الاتحاد الأوروبي أصبح يسعى لمراضاة الحكومة التونسية ولنيل رضا الرئيس قيس سعيد، لأن الصين عندما تدخل إلى تونس سينقطع تماما عليهم حبل أرزاقهم. هذاك علاش يحبوا ولوا توا يدخلوا في منافسة مع الصين في تونس. وهذه المنافسة باش تكون فائدة على الشعب التونسي. عندما نقول تنافس أي أنه شنو باش تعطي الصين؟ الاتحاد الأوروبي ومعناتها مستثمري الاتحاد الأوروبي باش يعطوا ما خير منهم، وبالتالي باش يكون ديما المواطن التونسي رابح. وعدة مشاريع نحكي على 6000 مستثمر ينتظرون في هذه الحكومة الجديدة اللي باش تتم معناتها لقاءات عن طريق سفراء الدول التي لديهم مستثمرين لإيجاد أرضية ملائمة للاستثمار. وهذا الذي سنراه إن شاء الله بعد عطلة البرلمانية اللي باش يتم إصدار مجلات اللي كنت نحكيكم عليها
عليها كما مجالة الاستثمار ومجالة الصرف ومجالة الشغل ومجالة والمجالة التجارية، اللي هما باش يسهلوا عملية ولوج المستثمرين، وأيضا عملية مراقبتهم المال النظيف ولا غير المال النظيف، وباش تكون البلاد التونسية أرضية ملائمة للاستثمار لفائدة الاقتصاد الاجتماعي، أي لفائدة الشعب التونسي، الشعب المهمش، الشعب المنكب به. هذاك علاش جن جنونهم الأجسام الوسيطة، ونحكي هنا على الأحزاب ونشوفوا فيهم شخصيات الأحزاب ياكلوا في صوابعهم. كيما واحد قال نختار معناتها نخب الواحد عنده 7 عيوب خير من نخب لك انت، والاخر يحكي على انقلاب ثم تسليم الحكومة. كل واحد وش يجيب لك تفاهات، كلام ما أنزل الله به من سلطان، معناتها أصبحوا معناتها يترقصون كالمجانين، لأنه السبالة اللي كانت تضر عليهم أموالا كثيرا وذهبا كثيرا قاعدة تتلاشى الأمطار الأخيرة نحو الاستقلال الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي، لأنه الآن قربت ساعة الصفر بالنسبة لهم. ما زالوا معناتها نقولوا نحن يحلموا باش يقلبوا الوضع في تونس ويكذبوا ويعطوا في مغالطات للشعب، يعطوا في أرقام غالطة، بيمنيوا في رواحهم. عرفتوا كذا كذبة وصدقها، وعرفتوا حاجة أخرى ضربني وبكى سبقني وشكى. وش ولوا يعملوا رجال الأعمال 50 عائلة اللي يحكي عليهم سيد الرئيس؟ ولوا يطردون العمال ثم اللي عندهم باجات في التيك توك أو انستغرام أو يوتيوب أو فيسبوك يخرجوا يبكوا يشكوا أنا جواعة، هم جوعوا العباد، ورئيس قيس سعيد جوع العباد هو كذا. عرفتوا وش معناها؟ يخدموا ببعضهم، يخدموا معناتها بطريقة دنيئة وبطريقة معناتها كذب في كذب. نعطيكم مثال، توا تمشي أنت للدجاج باش تشري دجاجة، يا إما ما تلقاش يا إما يعطيك شطر دجاج، لكن العظم موجود اون باغاي مكدسه العظم. يا اخي العظم شكون يبايض فيه؟ شكون زعم؟ تو العظم موجود، الدجاج مش موجود، العلفه مش موجود. تو من غير علفه ومن غير الدجاج موجود العظم ولا كيفاش الحكايه؟ هذا دليل بسيط. خاطي ما نحكي لكمش على مواضيع اخرى كما العوده المدرسيه. هاو كمعمل الحلفاء، عجين الحلفاء بالقصرين يخدم 100%، الكتب المدرسيه جاهزه، القراص المدرسي جاهز، وديجا راهو اسمعوني راي وزاره التجاره تنبه وتعاود تقول لك يا خويا راكي تلقى اسعار بيع مشروط او اسعار مشي في المتناول، تتصل بالرقم الاخضر، بتتصل بعوان وزاره التجاره سيقومون بالواجب. معناتها الامور واضحه. الحكومه الان باش تبدا تخدم، باش تنظف الاداره وباش تنظف قلعه الاتحاد، ومعناتها المشاريع باش تبدا تخدم. الامور طيبه، الامور واضحه، راهي الامور مريقله على الاخر. ما تسمعوش تلك اصوات الغربان التي تنعق من هنا وهناك، كلها اكاذيب وكلها مخادعات، كلها معناتها اغلاط في اغلاط. ديجا هم هذه بالنسبه لهم رقصه الديك المذبوح الاخيره. بعد الانتخابات ماناش باش نشوفوهم، لانهم سيندثرون، لانهم لن يجدوا دعما منه هكا. بالنسبه لي رجال الاعمال اللي في تونس اللي قاعدين يقصوا علينا في الحليب والخبز وفي المواد الغذائيه والمواد الاساسيه، راهو باش يتم تغييرهم عن طريق كراس الشروط، باش يولي اي مواطن تونسي او اي مستثمر يخدم في تلك المجالات، وبالتالي باش تكون نهايتهم قريبه بعد العطله البرلمانيه. ثقوا في رئيسكم يا توانسه، ثقوا في رئيسكم. المرحله هذه هي حساسه وحرجه، يلزمنا نتعداو، هو ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى لكي يميز الخبيث من الطيب، وقاعدين نشوفوا في الخبيث من الطيب، وكلكم تعرفوا ما تستحقوش شكون باش يجي يواعيكم. لذلك يا جماعتي المقتنع بمشروع رئيس قيس سعيد يخلي لي كومنتير، واللي مش مقتنع يذهب الى الجحيم ويندثر. نعم جدي بيا يندثر، لانه تو ما عادش عندنا وقت باش نقعدوا نحاولوا نقنعوا اي واحد. والسلام عليكم وشكرا ورحمه الله وبركاته.